السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو في يوم جديد وفيديو جديد وقصه جديده. اليوم ان شاء الله البنات القصه اللي غادي نحكي اليوم قصه حقيقيه وقعت في دوله من دول العربيه، والاحداث ديالها كتدور على واحد البنت اللي تعرضت للظلم والضرب وعدم الثقه من اقرب الناس ليها. وتعرضت البنات لاخطر سحر اللي هو السحر المأكول اللي كنقولوا ليه حنايا التوكال. وبلا ما نحرق لكم القصه البنات، خليكم معايا. ولا عجبتكم هذه القصه البنات ما تنسوش تبارطاجوها مع الاهل والاقارب وتخليوا لي لايك وكومنت اللي غيحفزني كل مره ان شاء الله نحط فيديو جديد وقصه جديده. القصه ديالنا البنات ديال اليوم كترجع لواحد البنت آية من الجمال اللي غادي نسميوها فاطمه الزهراء، اللي عمرها 12 عام، اللي دوزت الطفوله ديالها عاديه ومراهقه ديالها عاديه. عندها 6 ديال الخوت اولاد وهي البنت الوحيده بيناتهم. الاب والام كانوا كيتمنوا كل مره يجيبوا بنيه، وبقاو كل مره كي يولدوا اولا كتحمل الزوجه ديالو كيجيبوا ولد حتى ولدوا 6 ديال الوليدات. وفاطمه الزهراء كانت هي البنيته السابعه اللي سموها فاطمه الزهراء. اليوم اللي تزادت فيه فاطمه الزهراء كانت عندهم فيه اكبر فرحه ما خلاو ما داروا على قبلها، والكلمه ديالها واللي قالتها هي اللي كاينه، خاصه بان العائله ديال فاطمه الزهراء كانت عائله لاباس عليهم، يعني ما خصهم حتى خير. الام ديال فاطمه كبرات وحتى فاطمه كبرات معها بحال الصحابات اولا بحال الخواتات، وحتى خوت ديالها كانوا كيعاملوها بحال الاميره في الدار. دازوا سنوات وسنوات، الاب مرض وتوفى، وحتى الام بداو كيبانوا عليها الاثار صحيه، وكبرت في العمر وبدات كتحس بالعيا، بدات كتحس بساعتها قربات. واحد النهار جمعت وليداتها كاملين وقالت لهم انا كبرت في العمر والصحه ديالي غاديه وكتنقص، بغيت نوصيكم على اختكم من بعد الوفاه ديالي تهلاو فيها وما تخليوها خاصها حتى حاجه وديروها في عينيكم. والدار راني كتبتها لها في سميتها، الدار راها في السميه ديالها، وان شاء الله الا تزوجات خليوها هي الزوج ديالها يعيشوا هنايا في الدار، وحتى الذهب ديالي وديالها حتى هو راه خليته ليها. اما باقي ديال الممتلكات او المحلات والديور راه وزعتهم عليكم بالتساوي باش كل واحد يبقى فيهم على خاطره. قالوا لها ولادها كوني هانيه على فاطمه امي، احنا عرفناها وعرفتينا كيفاش دايرين معاها في الدار. المهم دازت 7 ديال الشهور والام ديالهم توفات وحزنوا عليها بزاف، حيت كانت نعمه الام اللي كانت كتكافح على وليداتها ورباتهم احسن تربيه. دازت هذيك الفتره وكانوا مازال محافظين على بعضياتهم ومازال محافظين على الوصيه ديال الام ديالهم والهضره اللي قالت لهم على فاطمه، بالرغم بان فاطمه هي الصغيره فيهم، ولكن من ناحيه التصرف والعقل اللي عطاها الله وكتبان بحال شي وحده كبيره في العمر، وكانوا كيعتبروها هي الام ديالهم. خوتها كانوا دايرين الاعتبار ليها وكانوا كيستاشروا معاها في اي حاجه كبيره ولا صغيره. دازت مده وكل واحد من خوتها تزوج وجاب مراته تسكن معاهم في الدار باش بقاو مجموعين مع بعضياتهم وزيد العائله ديالهم تكبر، وكل شيء كان غادي مزيان. مع المده عيالات خوت فاطمه الزهراء لاحظوا بان فاطمه عندها دور كبير في العائله، كيستاشروا معاها واللي بغاتها كتحضر، وهذا الشيء اللي غادي يسبب ليهم الحقد والكره والبغض لفاطمه الزهراء مع الوقت. في واحد الفتره لاحظوا بان فاطمه منعزله على راسها وغير ساده عليها في واحد البيت، ما كتهضر مع حد، ما كتشوف حد، وما كتسول على حد. خوتها لاحظوا هذا الشيء حيت ما بقاوش كيشوفوها كدور في الدار وتوحشوها وتوحشوا القعده معاها، مشاو كيسولوا عيالاتهم وكل وحده فيهم كتقول كلمه باللي هي ما كتساعدهمش في الدار وغير ساده على في البيت 24 ساعه على 24 ساعه. وملي كيمشيو خوتها الخدمه مقابله غير المكياج والحوايج وما عرفواش لمن كدير هذا الشيء. عيالات خوتها كيقولوا الازواج ديالهم بان حتى الشقه ديال الدار راه ما كديروش معانا. خوتها ملي سمعوا هذا الكلام جاتهم عجاب، حيت عارفين بان فاطمه الزهراء ماشي من طبيعتها كدير هذا الشيء كامل، وكل مره كيطلع عندها شي واحد من خوتها ما كتبيش تحل عليه، كدوي معاه غير من ورا الباب.
وبقات هاد القضيه ديما كتوقع فين ما كيبغي شي واحد من خوتها يطلع يدوي معاها، كيبقى هو على برا وفاطمه من الداخل. ودازت واحد المده وفاطمه ساده عليها. واحد المره واحد مرت خوها الكبير قالت لراجلها بغيت نقول لك شي حاجه، ولكن راني خايفه توقع شي حاجه او لا يقع شي مشكل كبير في العائله. قال لها خو فاطمه غير قولي اشنو كاين. قالت لي كيف ما كتشوف اختك من نهار بالغاد ولات كدير شي تصرفات غريبه، ومني ما كتكونوش نتوما كتخرجوا حتى هي كتخرج كتقرب وتجيو للدار، حتى هي كتعاود ترجع تدخل للدار. وانا كنت كنشوف هادشي كامل وراني ساكته، ولكن على قبل السمعه ديالكم وديالنا خاصني نقول لك هادشي، وحتى الناس راه كيعرفوكم بزاف. خو فاطمه تعصب بزاف على هاد الهضره اللي قالت ليه مراته. قال لها بان اختي فاطمه انا عارفه كيفاش دايره وحنا راه ترابي يدينا، وهذه اول مره واخر مره باقا تهضري على اختي بهاد الهضره. خو فاطمه مازال كيهضر ويتقاطع مراته. قالت لي سير كنحلف لك بان هاد الكلام اللي كنقول لك راه بصح، وسير سول عيالات خوتك الاخرين، راه كاين 5 شهود اخرين غيري انا فاضل. ولكن انا قالت لي راه مازال شاكه في حاجه اخرى ومازال ما بغيتش نقول لك حتى نتاكد، وسيروا هضروا مع اختكم. خو فاطمه ما تسوقش الكلام ديال مراته ومشى للخدمه وخلاها. ملي شافت راجلها ما داهاش في كلامها ومشى للخدمه وخلاها، ناضت عند مرت لوسها الاخر حتى هي قالت لها قول لراجلك اشنو كاين. كثرت على راجلها الهضره وكتقول ليه اختك فاطمه كدير الماكياج وكتلبس شي حوايج ماشي هما هادوك وكتضل خارجه داخله حتى كتقرب وتجي وانتوما للدار وكتجي حتى هي وكتضل ساده عليها. هاد خو فاطمه طيق هضره مراته، وخاصه كيلاحظ بان اختو كتضل ساده عليه في واحد البيت وما كتنزلش عندهم نهائيا. باش تاكد قال لخوتو بعد ما جمعهم، قال لهم سيروا سولوا عيالاتكم واش كاين هاد الهضره ولا لا، يعني الهضره اللي قالت ليها مراته. وفعلا ملي سولوا عيالاتهم كاملين قالوا نفس الكلام بحالها الا متفقين عليها. خوت فاطمه تصدموا من الكلام اللي قالوا عيالاتهم وما قدروش يستوعبوا، حيت ما عمرهم شافوا اختهم دارت شي حاجه ديال العيب. خو فاطمه الكبير قال لهم ما غاديش نتسرعوا في الحكم عليها حتى نتاكدوا واش هادشي كاين ولا ما كاينش. رجع خو فاطمه عند مراته وشدها من شعرها وقال لها قولي لي الهضره او شنو الحاجه اللي نتيا مازال شاكه فيها. قالت لي يقدر اختك تكون حامله حيت ما كتبغيش تجلس معانا ونشوفوها وتشوفنا. تعصب خو فاطمه من الكلام اللي قالت ليه مراته وحلف عليها، قال لها والله وهاد الهضره وتكون كذوب لا بقيتي عندي في هاد الدار. طلع خو فاطمه كيجري عندها البيت ديالها وكيدق بشويه والصواب والاداب وبكل احترام، ولكن فاطمه ما بغاش تحل عليه. من بعد بقى كيدفع في الباب حتى هرسو ودخل عندها وبقى كيسول فيها، ولكن هي ما قالت ليه والو وما باش تكلم معاه. ملي بقى كيقلب فيها وكيوقفها قلب ليها كرشها وهو يلاحظ بان فاطمه دايره واحد الحزام اولا مشد ديال البطن باش كتغبر الكرش ديالها. حيدوا ليها وملي حيد ليها هذاك الحزام الكرش ديالها خرجت للقدام. هو يقول مع راسو بصح راها حامله وشدها وبقى كيضرب فيها، لدرجه بان خوتها اللي كانوا في الدار لتحت بداو كيسمعوا في الغوات وطلعوا يشوفوا شنو كاين. قال لهم راه بصح حامله، ونزلوا عليها كاملين بداو كيضربوا فيها لدرجه حتى الجيران سمعوا الغوات. واحد خوهم صغير ما كانش معاهم في الدار في هذيك اللحظه اللي كانوا كيضربوا فاطمه سمع الغوات وطلع يشوف حتى هو اشنو واقع. لقاهم كاملين كيضربوا في فاطمه وبدا كيدفع في خوت واحد في واحد وينطرها عنده وداها للبيت. سد عليها خوها هذاك الصغير كانت عزيزه عليه بحكم انهم قرب في العمر وكانوا مفاهمين بزاف. جاو خوتا كيدقوا في البيت باش يحل عليهم وتخاصموا معاه ما بغاش يحل عليهم. شافوا حتى عياو وقالوا نمشيو نعسوا حتى الصباح ويفتح الله ونتفاهموا هذيك الساعه معاه نشوفوا اشنو كاين واشنو غادي نديروا. مشى خوها الصغير عند فاطمه قال ليها قولي لي اشنو كاين بعد ما شافها كلها مضروبه وكلها مسيكاتريسيا ومجروحه حيت تكرفسوا عليها مزيان. وقف وبقى كيهضر معاها قال لها عاودي لي اشنو كاين باش نلقى انا وياك شي الحل لهذا المشكل. قالت لي والله اخويا ما عرفت علاش خوتي كيضربوني. قال ليها واش انت كتكذبي عليا راه كرشك باينه منفوخه وكبيره. قالت لي انا عارفه راسي ما حاملاش وما درتش شي حاجه اللي خايبه، لكن ما عرفتش علاش كرشي منفوخه. هادشي علاش انا ما كنتش كنخرج عندكم وما كنتش كنقدر ننزل.
عندكم باش نشوفكم. قال لها خوها دابا انت ما بيتيش تعاودي لي الحقيقه باش نعاونك، غنخليك منك لخوتك. الغد اللي تجمعوا الخوت واتفقوا باش يقتلوا فاطمه، حيت جابت لهم العار والدل. الخوت كل واحد مشى عند مراته وقال ليها هاد الهضره وخرجات من الدار، غادي يكون معكم حساب اخر، ومن اليوم ما كاين لا جموع لا خروج عند الجيران. ولا سولوكم على فاطمه قول لهم راه تزوجات وسافرت برا على المدينه. من بعد يومين جاوها خوتها وقالوا لها نوطي يلا هي معانا. ما قدرتش فاطمه تنوض بسبب الضرب اللي تعرضت ليه من طرف خوتها. هزها واحد من خوتها ورماها في الطوموبيل وداوها لواحد البلاد بعيده، وحده من هذوك الاراضي ديالهم هما اللي جات غير في الخلا. بقاو غاديين في الطريق وفاطمه كتطلب فيهم باش ما يعذبوهاش وباش ما يتعداوش عليها، وتفكروا الوصيه ديال تمهم ليها، وراها متاكده بانها ما حاملاش حيت ما عمرها دارت شي حاجه خايبه. قالت لهم يدوها عند الطبيب باش يتاكدوا بانها راها ما حاملاش. هو يقول واحد من خوتها انت اللي باغا تشوهي بينا. قالوا ليها راه من هنا غادي نديوك للقبر نيشان. منين عرفات فاطمه بان هذا هو اخر قرار عند خوتها، قالت لهم خليوني نصلي 2 ديال الركعات ونصلي الفجر. وفعلا وقفوا الطوموبيل ومشاو واحد من خوتها مشى يجيب ليها الماء من واحد البير، وواحد من خوتها واحد اخر جرها من الطوموبيل بالجهد وجرها على حر جهده ودفعها واحد دفعه بكل القوه ديالو حتى طاحت على واحد الحجره، وهذيك الحجره طاحت عليها نيشان على كرشها وغوتت واحد الغوته بالجهد، وبقات شاده في كرشها وكتقول راه كرشي كضرني. واحد شويه بدات كتستفرغ بزاف ديال المرات، بقات كترجع حتى كتحس بالروح ديالها بغات تخرج، لدرجه بان خوتها بقات فيهم. واحد من خوتها قرب ليها ولقاها كترجع مجموعه من الاشياء اللي حيراته، شي حاجه كحله بحال الخيوطه كحلين صغار، بحال الحنيشات كحلين، وريحتهم واحد الرائحه يا لطيف. ملي سالت من استفراغ انطرها خوها وتما راه لاحظ بان الكرش ديالها ما بقاتش منفوخه. داك الساعه خوتها عرفوا بان هذا راه سحر، هذا سحر ديال التوكال. وهداك الساعه داوها عند واحد الشيخ عاودوا لي داكشي كامل اللي وقع من الاول حتى الاخر، وداكشي اللي رجعات وداكشي اللي شافوا. قال لهم بان هذا سحر اسود وكيتعتبر من اخطر السحر وكيدار في الاكل، وكيعتبروه السحرة اخطر سحر عندهم. سولهم الشيخ وقال لهم واش عندكم شي خدامه في الدار؟ قالوا ليه لا ما عندنا حتى شي خدامه، غير عيالاتنا اللي كيطيبوا، وحتى فاطمه اختي راها ما كتدخلش للكوزينه وما كطيبش، وحتى الماكله ديال الزنقه راها ما كندخلوهاش للدار. صافي هنايا الخوت عرفوا اشنو كاين. قالوا للشيخ صافي حنا غير تهنا، حنا اللي غادي نتكلفوا بهذا الامر كامل. رجعوا الخوت للدار وكل واحد شد مراته وبقى كيسقسي فيها باش يعرفوا اشنو كاين. كلهم جمعوا طوا وحتى الوحده اللي قرات الزوج ديالها قالت ليه كلشي بان راه هي والعريسات الاخرين اتفقوا باش يسحروا لفاطمه باش تبان بانها حامله وكرشها تنفخ، باش حتى الثقه ديالتكم تهز من جهه الاخت ديالكم. وهنا هادشي اللي داروا بعد ما وكلوا لفاطمه مره وجوج وثلاثه وربعه حتى وصلوا لداكشي اللي بغاو. ومن بعد ما تفضح الامر ديالهم قرروا الخوت ينتقموا للاخت ديالهم ورجعوا ليها الكرامه ديالها. كل واحد شد مراته وداها عند العدول وطلقها وتهناو. وهنايا الخوت رجعوا عند فاطمه وداروها بيناتهم كيف ما كانت كتقول لهم الام ديالها في الوصيه بانهم يخلوا فاطمه بيناتهم، وقالوا لها راه حنا ما غادي نتزوجوا ان شاء الله حتى تزوجي نتيا، وإلا تزوجتي وكتاب غادي تعيشي نتي والزوج ديالك هنا في هذا الدار. وبقات فاطمه بين خوتها حتى تشافات وبقاو كيعطوها الدواء باش غتشافى من هذاك الشيء اللي سبب ليها مرض. ودازت الوقت حتى جاها الزوج وتزوجات وبقات بين خوتها
ومن تمايا مشاو الخوت ديالهم كل تزوج بزوجة جديدة وعاشوا حياة سعيدة. وهذه هي النهاية ديالنا ديال القصة ديالنا ديال نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تروقكم، والسلام عليكم والى قصة جديدة بإذن الله.